بيبدأ فيلم الرعب مع دكتورة للأمراض النفسية بتحكي في فيديو مسجل عن أختها، وبتكون الدكتورة اسمها جون، وبتحكي في الفيديو عن أختها الصغيرة أون، وبتقول إنها مسكونة بكيان شرير وحاولت معاها أكتر من مرة عشان تطرد الكيان الشرير، ولكنها في كل مرة كانت بتفشل، وبتكون سايباها في المستشفى عشان تتعالج. وبعد شوية بتكون أون أختها في المستشفى، فبياخدها الدكاترة عشان يكشفوا عليها، وبيدخلوها جهاز الإشاعة عشان يعملوا لها أشعة، وبيبان وقتها إنها تعبانة جدا وتحت عينيها اسود، وبيبدأ جهاز الأشعة يشتغل، والدكاترة بيكونوا مراقبين كل حاجة، وفجأة الأوضة بتضلم وبتختفي أون، فبيشك الدكاترة إن في حاجة غلط، وبيدخلوا الأوضة عشان يطمنوا عليها وهم خايفين جدا. وفجأة بتتحرك أون في الأوضة وهي مختفية، وبتهجم على كل الدكاترة وبتفضل تضرب فيهم لحد ما بيقدروا يمسكوها مرة تانية وبيحجزوها في أوضة لوحدها. وفي مبنى الشرطة بيجتمع 2 ضباط عشان يناقشوا الجرائم اللي بتحصل في الشارع، وفجأة بيشوفوا فيديوهات لمجرمين كتير في الشوارع وهم بيخلصوا على الناس بدون سبب، وبيكون في واحد من المجرمين عينيه لونها احمر، وظاهر ان اللي بيتحكم فيه كيان شرير، فبيخاف ضباط الشرطه من انتشار الكيانات الشريره في الشوارع، وبيقولوا انهم لازم يلموا المجرمين في اسرع وقت قبل ما تنتشر الجريمه في الشوارع، وما يقدروش يلموا اي حاجه وقتها. وساعتها بيروح راجلين لمعالج روحاني اسمه باو، وبيقول له واحد منهم ان بنته مخطوفه، وبيعرفوا ان اللي خطفها خدها عشان يقدمها قربان لكيان شرير، وبيطلب الاب من باو ينقذ بنته قبل ما تخسر حياتها في الطقوس الشريره. فبيوعدوا باو انه هيرجع له بنته في اقرب وقت، وبياخد منه الفلوس بتاعه العلاج، وبيتحرك هو ومساعدينه الاثنين كيم وشارون على العنوان بتاع البنت المخطوفه. ولما بيوصلوا هناك بيلاحظوا ان المبنى كبير جدا وفي عدد كبير من الناس في المكان، كلهم بيشربوا وبيسكروا وبيعملوا طقوس سحريه غريبه في المبنى. فبيستخبى باو وبيقول لهم على الخطه، وبيطلب من كيم يصور كل حاجه هتحصل، وبيتحركوا بعدها لحد ما بيوصلوا للاوضه اللي فيها البنت المخطوفه، وهناك بيشوفوا البنت المخطوفه وهي مربوطه في ترابيزه غريبه في نص الاوضه، وبيلف حواليها مجموعه من الناس وبيعملوا طقوس سحريه غريبه، ولكنهم بيوقفوا الطقوس بسبب دخول باو الاوضه. وبتبدا معركه بين باو لوحده وبين مجرمين الطقوس، وبيقدر لوحده انه يهزمهم كلهم، ومحدش بيكون قادر يضربه ولا مره. فبتستغل شارون الوقت ده وبتروح عشان تنقذ البنت وتفكها من على الترابيزه، وبتكتشف ان في كيان شرير لبس البنت وقدر انه يسيطر عليها. فبتحط شارون مرايه قدام وشها وبتفضل تقول تعويذات غريبه، وبتقدر انها تطلع الكيان الشرير منها. وفي المستشفى بتروح الدكتور جونج لمكتبها عشان تتابع شغلها، وبتكون حاطه صور لاختها الصغيره في كل مكان في المكتب، وبيظهر عليها انها بتحبها جدا وانها حزينه عليها ومش قادره تتخطى مرضها، خصوصا ان اون مريضه بقالها فتره طويله. وبيكون معاها على الجهاز فيديوهات كتير جدا لاون وهي بتتألم بسبب الكيانات الشريره، وبتكون هي كمان حزينه لانها مش عارفه تتصرف ولا تخلص اختها من الالم، وبتفضل تتفرج على الفيديوهات وعلى كاميرا المراقبه من اوضه اختها، وبيكونوا رابطينها من ايديها عشان ما تقدرش تتحرك من السرير. وفي الاثناء دي بتشوف جونج عرض على الانترنت لمعالج روحاني اسمه باو، فبتقرر انها تلجأ له على امل انه يساعدها ويخلص اختها من الحاله اللي هي فيها. وتاني يوم بيوصل باو لمكتبه عشان يستقبل الحالات الجديده، ولكنه بيتخض لما بيلاقي جونج مستنياه هناك، وبيستغرب من وجودها في وقت بدري بالشكل ده. فبتقول له انها عايزه مساعدته، وبتعرفه انها دكتوره نفسيه في مستشفى في المدينه، واختها مسكونه بروح شريره، وبتعرض عليه فلوس كتير جدا عشان يساعدها ويطلع الكيان الشرير من اختها. وبتقول له كمان ان في دكتور اسمه ماركو هو اللي بعتها ليه عشان تطلب مساعدته. فبيتصدم باو لما بيسمع اسمه، وبيقول لها انه مش هيعالج حاله دكتور ماركو مره تانية لانهم مش بيكونوا ملبوسين، وكلهم بيكونوا مرضى نفسيين ومحتاجين للعلاج، وبيطلب منها ما تجيش الشركه مره تانية. فبتنهار جونج وبتكون خايفه على اختها، وبتدي لشارون فلاشه عليها كل الفيديوهات بتاعت اختها، وبتقول لها يتفرجوا على الفيديوهات عشان يتاكدوا بنفسهم انها مش بتكذب عليهم وان اختها محتاجه مساعده حقيقيه. وبالليل بترجع مره تانية المستشفى، وبتشغل الفيديوهات مره تانية عشان تتفرج عليها، وبتفضل تعيط، وبيظهر انها كانت عايشه مع اختها لوحدهم بعد ما خسروا اهلهم من سنين طويله، وجونج هي اللي كانت بتهتم باختها الصغيره، وده اللي مخليها حاسه بالمسؤوليه بسبب اللي حصل لها. وبترجع جونج تبص على كاميرات المراقبه، لكنها بتتصدم لما مش بتلاقي اون في اوضتها، فبتنزل بسرعه لاوضتها وبتفتح الاوضه وهي مخضوضه، وبتتصدم لما بتلاقي الاوضه فاضيه، وبتظهر اون وراها وبتتحرك ناحيتها ببطء، وبيبقى شكلها مخيف جدا وهي ماشيه. فبتبص جونج وقتها عليها ولكنها مش بتلاقي حد، وبترجع تبص على السرير فبتلاقي اختها رجعت لمكانها. وتاني يوم بتروح جونج لصديقها الدكتور ماركو، وبتبدا تحكي له عن اللي حصل معاها، وبتعرفه انها مش لاقي حل، والوحيد اللي كان يقدر يساعدها هو باو، لكنه رافض يساعدهم بسبب ماركو. فبيوعدها ماركو انه هيتكلم معاه، ووقتها بيكون باو في الشركه، وبتحاول شارون تقنعه يتفرج على الفيديوهات على الفلاشه، فبيقول لها انه مشغول وما عندوش وقت ليهم، وبيرفض انه يتفرج على الفيديوهات.
فيديوهات، وبيأكد ان البنت مش مسكونة من غير ما يشوفها. وبيوصل وقتها ماركو للشركة وبيطلب من باو يتكلم معاه على امل انه يقنعه يساعدهم، ولكن باو بيكون متضايق منه ومش طايقه وبيفضل يكلمه بطريقة رخمة لحد ما بيطرده. وبيدخل باو المكتب من غير ما يشرح لحد سبب عصبيته على ماركو واللي بيتخانق معاه، وبيبدأ مساعدين باو يتفرجوا على الفيديو بنفسهم عشان يعرفوا حالة اون، وبتصعب عليهم بسبب الحالة اللي هي فيها. وبتفكر كيم انهم كانوا في مشكلة زمان والكائنات الشريرة كانت بتطاردهم عشان يقضوا عليهم، ولكن باو هو اللي انقذهم. فبتقرر شارون انها تساعد اون عشان تطرد الكيان الشرير من جسمها. وبيعرفوا ساعتها ان اون كانت بنت عادية جدا لحد ما فجأة بدأ كيان شرير يتسرب لها وكان بيتحكم فيها شوية بشوية لحد ما قدر يسيطر عليها سيطرة كاملة. وفي البداية كانت بتظهر اعراض عادية عليها لحد ما في مرة اتحكم فيها الكيان الشرير وخلاها تطعن نفسها في خدها وما كانتش حاسة بأي ألم في جسمها. وتاني يوم بيكون باو في الشركة وبيعرف من الأخبار إن في عصابة معينة بتخلص على رجال الشرطة، وبيكتشف إن العصابة الشريرة بتقدم قرابين وبتعمل طقوس للكائنات الشريرة. فبيقرر إنه يخلص عليهم واحد ورا التاني لأنه بيكره الكائنات الشريرة بسبب اللي حصل معاه وهو صغير. وساعتها بتكون جونج في العيادة عند ماركو وبتعرف ساعتها منه قصة باو، وبيحكي لها إن باو كان طفل صغير في دار أيتام وكان عنده صاحب اسمه جوزيف، وهما الاتنين كانوا بيعالجوا الأرواح الشريرة لحد ما في يوم استحوذ كيان شرير على جوزيف وخلاه يسيطر على مجموعة كبيرة من الأطفال. وفشل ساعتها باو إنه يوقفه عند حده، ومن يومها وهو مقرر إنه يخلص على كل الكائنات الشريرة في العالم، وبيستخدم قدراته عشان يعالج الناس اللي ساكنهم أرواح شريرة، وبيطمنها إنه هيساعدها وهيخرج الكيان الشرير من أختها. وبيقول لها كمان إن جوزيف لسه عايش وإن باو بيدور عليه عشان يخلص عليه وينتقم منه على اللي عمله زمان. وبعد شوية بيروح باو وفريقه عشان يقابلوها، وبيقول لها باو إنه موافق يساعدها وبيطلب منها تحكي له كل حاجة وتاخد الفريق معاها للمستشفى عشان يشوفوا أختها ويتأكدوا إذا كانت تحت تأثير الكيان الشرير لوحده ولا جزء من العصابة الشريرة أتباع الكيان الشرير. وبيروحوا وقتها المستشفى وهناك بيدخلوا عشان يطمنوا على أون، فبتعمل شارون طقوسها المعتادة على أون وبتفضل تتكلم معاها، ولكن أون بتكون ساكتة بطريقة غريبة جدا. وبمجرد ما بتقرأ التعويذة عليها بتبدأ أون تتحرك وبتتكلم معاهم بصوت غريب، وبتقدر إنها تفك نفسها شوية وبتقوم من على السرير وبتقف على طرف السرير وبتستخدم قوتها عليهم وبتخليهم يطيروا ويتخبطوا في الجدران. ولما بيقوموا من مكانهم بيتصدموا ان اون مش موجوده في الاوضه، فبينهاروا وبيجروا بسرعه عشان يلحقوها قبل ما تهرب وتخرج بره المستشفى. وبيشوفوا ساعتها في كاميرات المراقبه اون وهي في طريقها لبوابه الخروج، فبيوقفها حارس الامن وبيطلب منها ترجع اوضتها، ولكنها مش بتهتم بكلامه وبتكلمه بطريقه غريبه. وفجاه الحارس بيقع على الارض وبتخرج اون من المستشفى بكل سهوله، وبتفضل ماشيه وسط العربيات وهي مش بتتحكم في جسمها والكيان الشرير هو اللي بيتحكم فيها. وبتقف بعدها في نص الطريق فبتخاف جون وبتروح وراها بسرعه، وبمجرد ما بتوصل لها بتقع اون على الارض وبتمسكها اختها قبل ما تخبط في الطريق. وفجاه بتظهر عربيه على الطريق وبتكون في طريقها ليهم عشان تدوس عليهم، ولكن باو بيطلع على الطريق على اخر لحظه وبيخبط العربيه بعربيه تانية وبيقدر انه ينقذهم قبل ما تدوس العربيه. وبياخد اون واختها وبيتحركوا بيها على بيت اون لانه اكتشف ان الكيان الشرير دخل جسمها عن طريق تعويذه سحريه خطيره جدا، وان في مجموعه من البشر عاملين عصابه بتعمل الطقوس دي وبيقدموا قرابين من الاطفال والكبار. واتنين من العصابه عملوا الطقوس على اون وهي مش عارفه عشان يخلوا الكيان الشرير يسيطر عليها ويحضر في جسمها. ولما بيوصلوا كلهم البيت بتبدا الطقوس السحريه عشان يطردوا الروح منها، ولكن في وسط الطقوس بتقول شارون ان الكيان الشرير قوي جدا، فبتحط المرايه قدام وشه عشان تطرده من جسم اون، ولكن الكيان مش بيتاثر وبيقدر انه يكسر المرايه. وبيربطوها في كرسي وبيرسموا دوائر غريبه حواليهم على الارض. وفي الوقت ده بيوصل افراد العصابه الشريره للمكان وبيبداوا يتقاتلوا مع باو، ولكنه بيقدر يهزمهم لوحده وبيرجع مره تانية للاوضه عشان يكملوا الطقوس السحريه ويخلصوا من الكيان الشرير. وساعتها بيتنقل الكيان الشرير من جسم اون لجسم اختها جون، فبتتحول عينيها للون الاسود وبتحذرهم عشان يهربوا من البيت قبل ما يخسروا كلهم حياتهم. فبتوقفها شارون وبتقدر ترجع الكيان الشرير مره تانية لجسم اون، وبتطلب من باو يدور على اي رموز مرسومه في البيت لانها بتدي الكيان الشرير طاقه. وبيوصل باو لمكان الرموز وبيشوفها وهي مرسومه على الجدار، فبيبدا يكسر الجدار عشان يخفي كل الاثار بتاعه الرموز. وبيحس الكيان انه بقى ضعيف فبيقرر انه يسيطر عليهم واحد ورا التاني. وفجاه بيبدا الكيان الشرير يتكلم معاهم وبيحاول انه يسيطر عليهم ويفكرهم بماضيهم، فبيقول لباو انه شخص فاشل وانه كان السبب في خساره الاطفال لحياتهم في دار الايتام وهم صغيرين. فبيتضايق باو وبيشوف قدامه وقتها كيان تاني من الدخان، فبيتعصب عليه وبيحاول يخنقه، ولكنه بيكتشف انه مش كيان شرير وبيكون ماسك شارون وبيحاول يخنقها هي. فبتقع شارون على الارض من التعب وبيقدر
وبيقدروا ينقذوها منه على اخر لحظة. وبعدها بيستفرد الكيان الشرير بشارون وبيحاول انه يأثر عليها، وبيقول لها انه عارف انها اقوى واحدة في الفريق، وبيطلب منها تساعده عشان يسيطروا على العالم. فبترفض العرض بتاعه وبترجع تقرا عليه التعويذ بتاعتها مرة تانية عشان تطرده. وفي وسط الطقوس بتتكلم اون مع اختها وبتطلب منها تساعدها لانها بتتألم. فبتنهار جونج وبتروح عشان تمسك ايد اختها، وبمجرد ما بتقرب منها بتحرك الخطوط الغريبة على الارض، وبيظهر ان الخطوط كانت دايرة حماية بتمنع الكيان الشرير انه يتحرك من مكانه. واول ما بتكسرها جونج بيقدر انه يكسر الدايرة وبيطيرهم كلهم من على الارض. وبيطلعوا بعدها للصالة بتاعة البيت، وهناك بيشوفوا اون وهو قاعد على الارض وبيتحرك حركات غريبة ومخيفة لدرجة انه ممكن يكسر جسمها وبيمشي على الجدران. وبتقوم معركة كبيرة بينهم وبين الكيان الشرير. وبيلاحظ باو ان قوة الكيان بتزيد، فبيحس ان في حاجة غلط في البيت، فبيبدأ يدور عليهم لحد ما بيوصل لابو بيت الجنينة. وبيشوف قدامها مجموعة من افراد العصابة ملفوفين قدام كيان غريب وبيعملوا طقوس سحرية غريبة. وبيعرف وقتها انهم بيحاولوا يزودوا قوته عشان يخلص عليهم ويسيطر سيطرة كاملة على جسم اون. فبيهجم عليهم باو وبتقوم معركة كبيرة بين باو وبين باقي افراد العصابة لحد ما بيقدر انه يهزمهم كلهم. ولكن في وسط المعركة بيطعنوا واحد منهم بسلاح في كتفه، فبيهزموا باو هو كمان. وبيطلع البيت مرة تانية عشان يساعد اصحابه يخلصوا من الكيان. وفي البيت بيكتشفوا ان كل اصحابه فاقدين الوعي. وبيشوف اون واقفة قدامه بعد ما تمكن منها الكيان الشرير. وبيقول الكيان الشرير انه كان بيتغذى على الاطفال عشان يكسب قوة كبيرة ويقدر يسيطر على كوكب الارض. فبتقوم شارون من مكانها وبتعيد باقي الطقوس بتاعتها، وبتقول لهم وقتها ان الكيان الشرير اسمه مالو، وانه بيقدر يستمد قوة الاطفال عشان يستفيد بيها ويسيطر على باقي الناس اللي حواليها. وبيتغير لون عين شارون للون تاني، وبتقوم من مكانها وبتقرا تعويذة غريبة، فبتتفتح بوابة زمنية بين عالم البشر وبين العالم الاخر. وبتبدأ البوابة تشد الكيان الشرير للناحية التانية. وبعد محاولات كتير بتقدر شارون تنقل الكيان الشرير للعالم الاخر عن طريق البوابة، بس البوابة بتكون لسه مفتوحة، وأون في طريقها انها تدخل جوه البوابة وتتشفط جواها. فبتمسكها جونج على اخر لحظة قبل ما تدخل البوابة، وبيروح وراهم كيم يمسكهم قبل ما يطيروا، وبيكون ماسكهم باو بحبل وبيفضل يشدهم لحد ما بتتقفل البوابة. وبينجحوا اخيرا في انهم يخلصوا من الكيان الشرير وبيرجعوه مرة تانية للعالم الاخر. وبعد فترة بيوصل باو وفريقه لمبنى ضخم مخصص للعصابات الشريرة، وبيبدأ باو يضربهم واحد ورا التاني عشان يخلص منهم ويخلص العالم من شرهم. وهنا بيخلص الفيلم.